بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلبة سنة أولى ثانوي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بص يا عم، تعال نخش على الموضوع بسرعة عشان ما نضيعش وقتنا. أولا زي ما اتفقنا كلامنا على القضية المنطقية. طب يا مستر، يعني إيه قضية منطقية؟ إيه تعريفها الأول؟ القضية المنطقية في المنطق بالظبط في العربي حاجة اسمها الجملة المفيدة. ما أنا عندي في العربي جمل مفيدة، إحنا خدنا خلاص الحدود المنطقية، ألفاظ بتديك جزء من المعنى، إنما القضية هي الألفاظ اللي بتديك معنى كامل اللي هي الجملة المفيدة. طب السؤال بقى اللي بيطرح يستفاد دلوقتي، أي جملة في العربي اسمها قضية؟ قال لك لا استنى، العربي عامة في نوعين من الجمل، في جمل خبريه وفي جمل انشائيه. طب الفرق بين الاثنين ايه يا عم شريف؟ الخبريه قال لك اللي فيها خبر. يعني ايه خبر؟ يعني فيها معنى، فيها حكم، فيها مبتدا وخبر. يقول لك حتى اقدر احكم عليه بالصدق او بالكذب، عشان فيها مبتدا وفيها خبر، والخبر اللي هو المعنى بتاع الجمله اسمي الجمل خبريه. زي ايه مثلا؟ اقول لك احمد زويل مكتشف الفيمتو ثانيه. الخبر فين يا مستر؟ مكتشف الفيمتو ثانيه. طب دي صادق ولا كاذبه؟ صادق. تبقى ازاي؟ دي جمله فيها مبتدا وخبر يكون صادق او يكون كاذب، عشان كده اسمي الجمل خبريه. او المصريون يتسمون بالكرم. يتسمون بالكرم ده الخبر، ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط. ازاي يا مستر؟ بص، لو قلت لك مثلا كل المصريون يتسمون بالكرم، لا دي كاذبه. طب قلت لك بعض المصريون يتسمون بالكرم، لا دي مالها صادق. الشمس ساطعه. موضوعنا كان المبتدا بتاعنا كان الشمس، الخبر بتاعنا كان ساطعه. فالخبر ده ممكن يبقى صادق لو قلتها بالنهار صادق، قلتها بالليل كاذبه. على الناحيه الثانيه في جمل انشائيه، لا ما فيهاش خبر ولا مبتدا ولا خبر. خدتها معانا في العربي الاساليب الانشائيه. خد زي اسلوب الامر مثلا، اقول لك انتبه جيدا لدروسك. اسلوب زي اسلوب النهي، لا تهمل واجبك. اسلوب زي الاستفهام، من اول فيلسوف؟ كم الساعه الان؟ التمني، ليتني كنت غنيا. فده برضو ما فيش فيه خبر. زي التعجب، ما اجمل القمر. دي كلها يا صاحبي اساليب انشائيه ما فيهاش خبر. طب ادي عن الجمل. طب القضيه انهي جمله فيهم بقى؟ قال لك ياخد المنطق بتاع الاحكام حتى بالعقل كده. يعني ايه عايز تقول يا عم شريف؟ عايز اقول لك ما دام الجمله الخبريه اللي فيها خبر فيها حكم يبقى ده مجال دراستي. يبقى القضيه ما هياش عبارات انشائيه ابدا، القضيه هي الجمله الخبريه. لما تبقى خبريه شرطها يكون فيها حكم. قال لك ان القضيه والحكم الاثنين دول متلازمين. حكم اللي هو المعنى اللي انا بفهمه، انا فهمت ان زويل مكتشف الفيمتو ثانيه، اذا القضيه فيها معنى يعني فيها حكم. فالقضيه والحكم الاثنين مالهم متلازمين زي ما قال لي سيادتك. طب يا مستر احنا بندرس القضيه ليه؟ قال لك يا راجل يا طيب بدرسها ليه؟ هقول لك انا الحسابين بسيط جدا. اولا هي وحده التفكير الاولى. يعني ايه التفكير الاولى؟ اقل كلام تقوله ويديك معنى كامل يا صاحبي. انت بتقول العرب احرار، كلمتين وفهمت العرب احرار ليها معنى. قال لك اتنين، خد بالك، ضروريه لدراسه الاستدلال. ايوه فاكر الاستدلال؟ فاكرين الاستدلال؟ والله ما فاكرينه. الانتقال من المعلوم للمجهول، جدع. الانتقال من مقدمات او اكثر الى نتيجه تلزم عنها. عشان تعمل استدلال لازم تكون دارس قضايا. ازاي يا عم شريف؟ اقول لك ازاي. ده الاستدلال اساسا بيتكون من مجموعه قضايا. بص ازاي، اقول لك مثلا العرب احرار والمصريون عرب، مقدمتين. تقوم ساعتها تستنتج ان المصريون احرار. انت كده عملت استدلال. اتكون بقى من ايه يا صاحبي الاستدلال دوت؟ من قضيه، اتنين، تلاته. عشان كده قال لك انها من اهم مكونات ايه يا باشا؟ الاستدلال. تعال بقى لمكونات القضيه. اي قضيه بتتكون من ايه يا مستر؟ تعال اقول لك من ايه. بص يا باشا، هو قال لك قضيه تتكون من حدين، فهتت لك كده كره عنصريه. قال لك لا لا افهم، حدين حدين لان بيتكون من ثلاث عناصر. ايه بقى اللخبطه ديت يا عم؟ والله ما لخبطه ولا حاجه، هبسطها لك. تعال نشوف المثال اللي عندك. قال لك الحديد معدن، الحديد يتمدد بالحراره. في الجملتين اللي عندك انا بتكلم على مين يا معلم؟ بتكلم على الحديد، صح الكلام؟ ادي الطرف الاول اللي عند سيادتك، ادي اول حد. الطرف الاول خد بالك سميناه موضوع، اللي هو بالعربي بيساوي المبتدا. طب ليه سمى موضوع؟ كل اسم في المنطق ليه سبب. عشان ده موضوع الحديث، ده اللي احنا بنخبر عنه، اللي احنا بنتكلم عنه، اللي احنا بنتحدث عنه. انا بتكلم على الحديد، كنت فوق بتكلم على احمد زويل، ده اللي بتكلم عنه، صح كده؟ فاللي انا يا حبيبي بتكلم عنه يسمى موضوع. وده ما بيجيش غير اسم بس، لان المبتدا في العربي اسم بس. وخد بالك والنبي من جمله نخبر عنه دي، عشان ممكن في اختيارك بدل ما يقول لك موضوع او محمود، دول بقى نخبر به
نخبر عنه، بنتكلم عنه، بنتحدث عنه، اسمه موضوع. حلو. ماله بقى الحديد؟ قال لك مرة انه معدن، مرة بيتمدد بالحرارة، ده الطرف الثاني، صح؟ يبقى ده طرف اول. ده الطرف الثاني، قال لك كده حتى والله الطرف الثاني اللي احنا بنخبر بيه سميناه محمول. طب ليه سمى محمول؟ عشان ده اللي شايل، ايوه ده اللي شايل الخبر، ده اللي بيحمل الصفة. انا حكمت على الحديد بانه معدن، الحكم متشال فين؟ في الكلمة الثانية، عشان اسمى محمول. اللي بنخبر بيه يعني بنتكلم بيه، بنتحدث بيه، بنحكم بيه. ما ده بحكم عليه وده بحكم بيه. وعشان الخبر في العربي ممكن يقول لك اسم او جملة او شبه جملة، قال لك المحمول عندنا يجي لك اسم عادي، يجي لك صفة عادي، يجي لك فعل عادي. الطرف الأول موضوع بنخبر عنه، التاني محمول بنخبر به. سهل الموضوع. ادي العنصرين. طب ما خلاص كده مثلا، لا استنى، مش خلاص استنى هنا كده في النص كده، ايوه ما تستغربش، بين الموضوع والمحمول هنا كده في عنصر ثالث مهم جدا جدا جدا، مفيش قضية من غيره. بين الموضوع والمحمول هنا في عنصر ثالث كده اهو، ايوه اسمه الرابطة. مفيش قضية في الدنيا من غير رابطة، ما تنفعش. هنا في رابطه، اقول لك في رابطه، استنى بس. ما هو الرابطه دي دورها ايه يا حبيبي؟ تقول لك ايه العلاقه اللي بين الموضوع والمحمول. ودي نوعين في العربي، خد بالك كمان شويه هنسمي الجمله القضيه كلها باسم الرابطه دي، فدي مهمه جدا فقال لك في المنطق في نوعين من الرابطه، في رابطه موجبه وفي رابطه سالبه. هتعمل كمان شويه قضيه موجبه وقضيه ايه سالبه. الرابطه دي مهمه خد بالك. الموجبه بتتكسف، ما بتتكتبش في العربي، هي موجوده في كل اللغات خد بالك، اللي هو فعل الكينونه، كلمه يكون، كلمه هو. ماشي يا باشا. ودي عشان كده بتبقى مستتره عندنا في العربي. طب ما بتكتبش ليه؟ عشان تبقى الجمله تقيله نفسها. تخيل كده معايا كده اما اقول لك الحديد يكون معدن، لا الجمله تقيله قوي ما تنفعش، فبنقول مكانها ايه؟ الحديد معدن على طول. وهناك كلمه يكون بس احنا شلناها لايه؟ للتخفيف، فيكون او هو دي الرابطه الموجبه ما بتتكتبش. اللغات الثانيه بتتكتب، في الانجليزي فيرب تو بي، يقول لك اي ام تيتشر، في العربي اترجم ايه؟ انا مدرس على طول. فالموجبه ما بتتكتبش. موضوع محمود لازقين في بعضيهم، ادي الحديد وادي معدن، زي هنا كده، هنا كده في رابطه جدع، هنا في رابطه موجبه جدع. طب والسالبه هل بتتكسف؟ قال لك لا بتتكسف ايه؟ دي بجحه بقى ما شاء الله. ليه بقى؟ السالبه تقول لك احنا هنعمل انفصال. موجبه عملت لك اتصال، هنعمل انفصال بين موضوع ومحمول. و90% خد بالك ما قلتش 100%، 90% من ربط السالبه كلمه ليس، بس في شرط تكون ليس هنا بين الموضوع والمحمول، بين الاثنين. زي ما قلت لك مثلا الحديد ليس خشب. موضوعنا كان فين يا عم تيمور؟ قول لي ماشي الحديد. محمولنا فين يا شفيقه؟ ماشي خشب. طب وليس عملت ايه؟ قال لك فصلت، اتعملت في عينك اهي، فصلت بين موضوع ومحمول. تكون ليس بين الاثنين، عشان كده سمت رابطه سالبه. ايه ده؟ هو ممكن ليس تيجي لك في قضيه ما تكونش بين الاثنين؟ اقول لك ممكن. وممكن يقول لك على فكره تيجي لك كلمه من الموضوع، كلمه من المحمول. هبسطها لك، اما يقول لك مثلا جمله زي اللي عندك كده، التخريب عمل ليس في صالح المجتمع. طالب متخلف يقول لك ايه؟ الموضوع تخريب عمل، المحمول في صالح المجتمع، تبقى القضيه بتاعتك سليبه. بقول لك يا راجل حرام على اهلك، في حاجه في الدنيا اسمها التخريب عمل؟ حبيبي انا بتكلم على مين؟ انا بتكلم على التخريب، ايوه ده اللي بتكلم عنه. ماله التخريب؟ عمل ليس في صالح المجتمع. يعني هل ليس هنا جاب بين الاثنين؟ لا، دي رابطه مالها يا مستر؟ رابطه موجبه جدع. يعني هنا في اتصال، ما مش اي ليس. ليس يكون بين موضوع ومحمول. طب ايه دي بقى يا مستر؟ ايه دي بقى لا ديت؟ اقول لك لا دي بقى ليها حكايه يا باشا. انا قلت 90% ليس، 10% لو جت لا بين برضه الكلام فين؟ بين موضوع ومحمول زي ما اتفقنا، ماشي، بس بشرط لو جت لو جه بعدها فعل مش اسم. ركز في دي، فعل مش اسم، الرابطه سالبه. ازاي يعني؟ تعال اقول لك. الدوافع لا يشعر بها الانسان. نيجي نقسم نقول ايه يا صاحبي؟ الدوافع موضوع، يشعر بها الانسان محمول. مش لا يشعر، دي كلمه ودي كلمه، اصبحت لا هنا مالها؟ رابطه سالبه، ما دام ده كان ايه؟ فعل. لكن لو اسم بقى لا دي موجبه عادي. هقول الدوافع لا شعوري. تعال نقسم موضوع ومحمول. بص يا معلمين، الدوافع موضوع ولا شعورية على بعضها محمول.
ايوه عشان دي كلمه واحده. فاكر جبتها منين؟ هفكرك. اما قلنا الحد الموجب والسالب تستخدم لا واللا وغير للتعبير عن الحد السالب، صح؟ ليس عملت ايه؟ ليس فصلت فوق اهو في الرابطه السالبه. لا تفصل بين موضوع محمول بس يكون بعديها فعل. فعل بعديها اسم، دي موجبه. الجزء الثاني من القضيه هي انواع القضايا. ماشي يا معلم؟ انت عندك تصنيفين للقضيه. الاول، اول تصنيف عندنا هنتكلم عنها هي تصنيف القضايا من حيث علاقتها بالواقع الخارجي. يعني ايه علاقتها بالواقع الخارجي؟ يعني المحمول بتاع القضيه ديت، من القضيه ليها موضوع ومحمول. المحمول جاي منين؟ جاي من الواقع الخارجي ولا من الموضوع؟ كده ينفع يجي من الموضوع؟ اقول لك كل حاجه في المنطق عندنا تنفع. الفكره بس تعرف الاساس جه على ايه. محمولنا الكلام كله على المحمول، مصدره ايه، جاي منين. هنا عندك قضيتين. تعال نتكلم عن القضيه الاولانيه، اسمها قضيه تحليليه لسبب، تكراريه برضه لسبب. كل حاجه ليها سبب عندنا. التانية اسمها تركيبيه او تاليفيه. خلينا في الاولانيه واحفظ الاسمين الله يبارك لك عشان هيساعدوك برضه في موضوع الاستبعاد دوت واختياراتك. تحليليه او تكراريه. اقول لك مثلا الليث هو الاسد. موضوعنا كان الليث، محمولنا فين؟ هو الاسد. الاسد اضاف حاجه لليث؟ جبت حاجه من الواقع الخارجي؟ احنا عملنا عمليه تعريف للاسد بس ليس الا. يعني المحمول هنا تكرار للموضوع. انا قررت تاني يا معلم، الليث هو الاسد. الانسان حيوان مفكر، محمولنا فين؟ حيوان مفكر. احنا هنا بنعمل عمليه تعريف للانسان ليس الا. ده التعريف اللي خدته معايا الجامع المالي، على فاكر بتاع الفصل. ايوه، حاجه جوهريه في الانسان ما تتعريش للواقع في حاجه. الزوج هو ما له زوجه يا راجل، اه والله العظيم ما رجعناش للواقع في حاجه. هنا كلها القناه دي كلها المحمول هنا عباره عن تكرار للموضوع. اتنين واتنين بتساوي اربعه، محمولك فين؟ اربعه. ده نتيجه للموضوع بتاعك. في جميع القضايا اللي فاتت دي يا باشا لقينا المحمول هنا ما ضافش اي خبر جديد للموضوع. المحمول هنا كان تكرار للموضوع، تعريف للموضوع، ما هيش جايه من الواقع الخارجي، نتيجه منطقيه للموضوع. عشان كده سمى القضيه تكراريه، المحمول بيكرر الموضوع. تحليليه، المحمول بيحلل او بيعرف الموضوع. وبصفه عامه في قضايا قايمه على كده، ما تستغربش. في قضيه المحمول مش جاي من الواقع، جاي من قلب الموضوع. بص يا باشا، في علمين اساسيين قايمين على القضيه دي. اولهم الرياضه. فاي قضيه هتجيلك في الرياضه وانت مغمض دي قضيه تحليليه. جبر بقى، هندسه، المثلث شكل هندسي، الدايره مستديره، عمليه حسابيه زي عشان خاطر ايه ما تلخبطش نفسك. كمان قضايا المنطق، قضايا تحليليه. ما احنا قلنا فوق زي التعريف، حيوان مفكر دي خدناها في الفصل. اي قضيه في المنطق، اي تعريف نجيبه لك لشيء هو قضيه تحليليه. زي الليث هو الاسد، ما دام المحمول جاي من الموضوع ما جاش من الواقع اسمها تحليليه او تكراريه. طب القضيه التحليليه يبدا او التكراريه دي يا عم شريف، امتى تبقى صادقه امتى تبقى كاذبه؟ وهل صدقها وكذبها مرتبط بايه؟ بص، قال لك صدقها وكذبها صدق داخلي ذاتي. مش فاهم ايه داخلي ذاتي؟ يعني مالكش دعوه بالواقع الخارجي. ما دام في اتساق، يعني إيه اتساق؟ في توافق، ما فيش تناقض بين الموضوع لما تفعل الموضوع والمحمول، القضيه دي صادقه. هبسطها لك، واحد واحد بيساوي اتنين، ده بيتوافق مع ده، فدي قضية صادقة عشان في اتساق بين الاتنين. واحد واحد بيساوي تلاتة، بقى تلاتة هي واحد واحد، لا دي قضية كاذبة. ليه؟ عشان في تناقض. سمعتني بقى بالله عليك قلت كلمة الواقع الخارجي على لساني؟ ما قلتهاش. الكلام كله الكلام بيوافق بعضه ولا بيناقض بعضه؟ الدائرة المستديرة بيوافق بعضه، اتساق. الدائرة المربعة تناقض. عشان كده قال لك صدقها داخلي مالهاش دعوه بالواقع، وصدقها يقيني. يعني إيه يقيني؟ دائم. فدي صديقه صديقه طول العمر، والكاذبه كاذبه العمر، مش هتغير الحكم. لو قلت لك من 1000 سنه فاتت 2 و2 4 صادقه، كمان 1000 سنه جايه 2 و2 4 صادقه. لو قلت لك من 100 سنه فاتت 2 و2 5 كاذبه، لو قلت لك كمان 100 سنه كاذبه. ده معناه انه يقيني. الصدق صدق على طول، الكذب كذب على طول، لسبب بسيط جدا، انا ماليش دعوه بالواقع، انا بتكلم على الكلام بيوافق بعضه ليس الا. عشان كده سمي القضيه تحليليه وصدقها داخلي يقيني. ادي يا باشا القضيه التحليليه. تعال لاختها بقى الناحيه الثانيه، القضيه التركيبيه، القضيه الثانيه وسمى التاليفيه برضه لسبب. احنا بنتكلم على المحمول جاي منين. تعال بص، الاكسجين يساعد على الاشتعال. المحمول اهو، عرفنا الكلام ده منين؟ بالملاحظات والتجارب. ما عرفناش بقى ولا قررنا ولا بتاع، صح؟ عملنا تجارب. السماء ملبده بالغيوم، فين محمولنا؟ ملبده بالغيوم. عرفناها منين؟ عرفنا؟ قررنا؟ لا احنا شفنا بالملاحظه.
شفنا بعينينا بالمشاهدة. الإسكندرية مدينة ساحلية، محمول نفيب مدينة ساحلية. ما بعرفش اسكندرية، ما كررتش الكلمة تاني، ما قلتش مرادف ليها. عرفنا منين انها مدينة ساحلية؟ ما على الخريطة يا معلم، ارسم كده الخريطة هتلاقيها على الساحل. على البحر ايه يا باشا؟ البحر المتوسط. الحسن بن الهيثم الله يرحمه مؤسس علم البصريات، واحد من اشهر علماء العرب والمسلمين، ده الله يرحمه. المحمول جاي منين يا معلم؟ جاي من الواقع الخارجي. انت رجعت للتاريخ، ده كلام تاريخ، ده كلام علمي. عشان كده في القضايا اللي فاتت دي كلها المحمول بتاعنا ماله؟ بيضيف جديد للموضوع. جاي منين يا معلم؟ من مشاهدات اللي هي الملاحظات، جاي من التجارب، جاي من الكتب العلمية اللي احنا درسناها. عشان كده في قضايا محمولها كله ماليش دعوه بقى من الموضوع، محمولها جاي من الواقع الخارجي. على فكره انا عايز اقول لك حاجه، القضايا المحموله دي الموضوع بيسميها في منطق قضايا صوريه، ممكن تاخدوها السنه الترم الثاني. عشان كده اسمها صوريه. ليه؟ المحمول جاي من الموضوع. القضيه بقى اللي بتيجي من الواقع الخارجي اسمها قضايا ماديه، جايه من الواقع المادي، الواقع الملموس. عشان كده قال لك دي بتستخدم في علوم كتير جدا. علوم الطبيعيه، اي قضيه تجيلك، فيزياء، كيمياء، احياء، فلك، كلها وانت مغمض قضيه تركيبيه عشان ما تلخبطش نفسك. والدليل اكسجين يساعد على الاشتعال، ما دي قضيه تركيبيه، ما دي قضيه من العلم. حديد تتمدد بالحراره، ما دي كلها قضايا علميه. والقضايا الانسانيه، اي قضيه انسانيه في علم النفس، في علم الاجتماع، في التاريخ، في المجتمع، كلها قضايا تركيبيه. ما دام بنتكلم على القضيه الانسانيه، مين موحد القطرين؟ دي حاجه حصلت في الواقع الخارجي. فونت مؤسس علم النفس، ده المؤسس فعلا بتاع علم النفس هو فونت. الاسكندريه مدينه ساحليه. الحسن بن دي كلها قضايا جبناها منين؟ من الواقع الخارجي. عشان كده سمي قضيه تركيبيه. تمام؟ طب صادقه امتى؟ كاذبه امتى؟ تعالى برضه اقول لك برضه زي بالظبط التحليليه، ما برضه لها معيار صدق وكذب. انت في الصدق والكذب عامه بتشوف المصدر جاي منين وتعتمد على هذا الاساس. يعني ايه الكلام يا عم شريف؟ يعني القضيه التركيبيه المصدر بتاعها جاي منين؟ جاي من الواقع. عشان كده صدقها وكذبها خارجي، مطابقه للواقع اللي بنتكلم عنه ولا لا؟ القاهره عاصمه مصر، عاصمه مصر دي صادقه. القاهره مدينه ساحليه يا راجل يا طيب، الاولى مطابقه لكن مدينه ساحليه دي غير مطابقه. يعني الصدق بتاعها يكون مطابق للواقع الخارجي، مش بقى اتساق موضوع ومحمول. انا جبت من الواقع كده، سمي التركيبيه، بنركب خبر جديد من الواقع. تأليفيه، بألف خبر مش من دماغي، لا، ألفت من ملاحظات من خلال التجارب بتاعتي، كده سمي التأليفيه، خبر جديد للموضوع. بس استنى يا مستر، ده صدقها احتمالي، احتمالي متغير. يعني عايز تقول ان العلم كله احتمالي، كلها احتماليه، الدنيا ممكن تتغير، ممكن في المستقبل تلاقي القاهره مش عاصمه مصر، ياما الدول غيرت العاصمه بتاعتها. فكلها صدقها ايه يا معلم؟ احتمالي، بيتغير. في تصنيفه تانية برضو للقضايا مالهاش دعوه بالاخرى خارجي بقى، احنا هنصنف من حيث التركيب بتاعها. يعني ايه تركيبها؟ يعني تركيبها بسيط كده وسهل، ولا تركيبها مركب؟ لو تركيبها بسيط اسمها قضيه بسيطه، وساعات تسمى حمليه. لما اقول لك محمد ناجح، ادي موضوع وادي محمول، ليس الا هي قضيه واحده، وبينهم رابطه، بينهم رابطه موجبه لكنها مستثنى زي ما اتفقنا. يعني تقوم من موضوع ومحمول وبينهم رابطه، عشان كده سمت قضيه بسيطه، تركيبها بسيط. ليه سمت حمليه برضو؟ لانها بتحمل صفه. احنا وصفنا محمد بانه ناجح، ايوه، فالصفه موجوده هنا، فدي اسمها بسيطه. على الناحيه الثانيه، طب لو جملتين وصلناهم ببعض يا عم شريف، مش جمله واحده، جملتين، قال لك هنسميها قضيه مركبه، بتكون من قضيتين، جملتين، واربط بينهم برابطه. لا، الرابطه في القضيه البسيطه، افهم، هربط بينهم بحاجه اسمها رابط قضوي. ايه رابط قضوي دوت؟ دي كلمات بتربط ما بين جملتين، ما بين قضيتين، او بعمل قضيه مركبه. اما اقول لك مصطفى طبيب، ادي قضيه، موضوع محمول. مجدي مهندس، قضيه تانية، موضوع محمول. حرف الواو ده بقى يا معلم، ايوه، اللي انت مسايف بيه دوت، هو ده بقى يا باشا الرابط القضوي. رابط اسمه رابط الوصل او العطف، عشان كده اسمه رابط قضوي، رابط ما بين قضيتين. لما اربط لك قضيتين مع بعض اسمها قضيه مركبه. والمركبه ديت ليها انواع حسب الرابط بقى يا باشا. انت عندك 5 روابط منطقيه، بيسالك باسم الرابط او باسم القضيه نفسها. بص يا باشا، القضيه المركبه نفسها يا حبيبي ليها 5 انواع حسب الرابط بتاعها. رابط اسمه رابط السلب او النفي، يعمل لك حاجه اسمها قضيه سالبه او قضيه منفيه بكلمه ليس.
كلمة لا مهم جدا تعرف الرابط ده، الرابط القضوي هو ده اللي بنادى ده الرابط القضوي، قال لك برابط قضوي. طب يا عم شريف خد بالك من حاجه بقى، ليس او له رابط سلب الوحيد اللي ينفع في القضيتين. ينفع في البسيطه ايوه رابطها سالبه وموجبه وينفع في المركبه. عشان كده بيكون صعب يجيب لك القضيه ديت في اختيارات يقول لك دي بسيطه ولا مركبه. رابط السلب الوحيد اللي ينفع في البسيطه والمركبه. ماشي. تعال الرابط الثاني بتاعت المركبه بس رابط الوصل او العطف اللي هو حرف الواو. طب في كلمات تانية مثلا في كلمات تانية زي مثلا كلمه لكن، كلمه زي كلمه بينما، نام الحارس واستيقظ وهو العطف. ماشي. العرب احرار لكن المصريين شجعان. شريف شعراوي مدرس فلسفه بينما محمد حسين مدرس جغرافيا. انت بتتكلم على ربطت اتنين ببعضهم. الرابط التالت اسمه رابط الفصل. كلمه او ده الرابط القضوي بتاعنا، او اما او على بعضها، المهم فيها كلمه ايه او ساذاكر دروسي او استمع للموسيقى. لسه اما فصل إن يعمل ده يعمل ده، فصلنا ده عن دوت. الرابع رابط الشرط او اللزوم اللي هو كلمه اذا. في كلمات تانية ليه ممكن كلمه زي كلمه لو، كلمه زي كلمه ان، مش ان. قضيه زي مثلا اذا امطرت السماء ابتلت الارض. ادي القضيه الاولى امطرت السماء، الثانيه ابتلت الارض. ماشي. واذا رابط الشرط بتاعنا او رابط اللزوم. كلمه لو زاد الانتاج عن الرخاء. اخيرا رابط التشارط غريب حبتين، اذا وفقط اذا. الثلاث كلمات. طب ايه الفرق بين كلمه الشرط والتشارط؟ الشرط ده بنديك شرط قد يحدث وقد لا يحدث، يعني ممكن يحصل ممكن ما يحصلش. انما التشارط هو شرط واحد فقط، عشان كده سمى تشارط. رابط شرط بديك شرط من بين مجموعه شروط، لكن رابط التشارط هو شرط واحد بس ما فيش غيره، عشان كده سمى تشارط. تتقدم مصر اذا وفقط اذا ما فيش غير كده حققت التنميه. هو شرط واحد وبس اسمه التشارط، وليه اسم تاني التكافؤ. تعمل قضيه تشارطيه او قضيه تكافؤيه. كل رابط يعمل قضيه. خد بالك رابط الوصل قضيه عطفيه، الفصل قضيه انفصاليه، الشرط قضيه شرطيه او لزوميه، التشارط قضيه تشارطيه او تكافؤيه. هكلمك على تصنيفه تانية للقضايا. انواع القضايا بقى البسيطه نفسها. القضيه البسيطه اللي هي الحمليه موضوع ومحمول بس، ليها انواع برضو هكلمك عنها برضو بهدوء كده. بص يا باشا، القضيه الحمليه او البسيطه احنا صنفناها على اساس من حيث الكم او من حيث الكيف. وحاجه بسيطه جدا، الكم دوت خاص بالموضوع. انا بتكلم على قد ايه من الموضوع. ازاي يا عم شريف؟ قال لك لو الحكم بيشمل الموضوع كله دي قضيه كليه. اقول لك كل الطيور مغرده، اتكلمت على كام طير انا هنا؟ على كل الطيور، ما هي قضيه كليه. كافه الطلبه ناجحون، بتكلم على الطلبه كلهم، بقت قضيه هنا كليه. الحكم شمل الموضوع كله. طب لو اتكلمت بقى على جزء من بعض افراد الموضوع بس، جزء من الموضوع بس، سميناها قضيه جزئيه. اقول لك بعض الطيور مغرده، ما اتكلمتش على الطيور كلها، اتكلمت على بعضها بس. اقول لك مثلا معظم الطلبه ناجحون، انا حكمت هنا على بعض الطلبه مش كلهم، مش كده اسمي القضيه جزئيه. تعال بقى بكلمه كل بعض كافه، هنا حكمت على الموضوع كله او جزء منه، كليه او جزئيه. طب اللي بقى الكيف من حيث المحمول ده تبع المحمول. خد بالك هنا بقى ترجع للرابطه. فاكر الرابطه اللي قلت لك في فيديو قبل كده قبل السابق؟ ايوه رابطه موجبه، اتصال بين الاثنين. الاشجار مثمره مستتره بتتكسف، كلمه يكون بتشال. الفراوله فاكهه، كل ده فيه يا باشا اتصال بين الاثنين، فدي الرابطه موجبه. فالقضيه اسمها قضيه موجبه او رابطه سالبه. قال لك في انفصال بكلمه ليس. ليس الاشجار ليست مثمره. يبقى يا حبيبي لما جات لك ليس هنا بين موضوع ومحمول، كانت الرابطه بتاعتك هنا، كانت القضيه هنا قضيه سالبه. تمام. او برضه خد بالك لا بين الاثنين بس بعديها فعل زي ما اتفق، هتقلك دلوقتي كمان شويه، وانها في الرابطه السالبه. ليس بين موضوع وبين محمول. عشان كده قال لك الكم يا كليه يا جزئيه، الكيف يا موجبه يا سالبه، موضوع ومحمول. على كده ممكن تبقى القضيه بتاعتك كليه موجبه، كليه سالبه، جزئيه موجبه، جزئيه سالبه. ما تستغربش، دي اشهر 4 قضايا حمليه عندنا: كليه موجبه، كليه سالبه، جزئيه موجبه، جزئيه سالبه. القضيه دي مهمه جدا جدا جدا، مبني عليها 3 دروس جايين.
هم تعرف دي القضيه دي نوعها ايه؟ مهمه جدا جدا جدا. اعرفهم ازاي بقى يا عم شريف؟ المنطق يسهلها لك. قال لك حاجه اسمها سور القضيه. ايه سور القضيه ده بقى يا باشا؟ قال لك ده وظيفته حاجه واحده بس في القضيه، اللي يحدد لك كم وكيف القضيه، كمها كليه ولا جزئيه، كيفها موجبه ولا سالبه. وخد بالك، ولا هو جزء من الموضوع ولا جزء من المحمول، في الغالب بيكون في اول القضيه على طول. ازاي؟ بص يا باشا، احنا عندنا قلنا 4 قضايا حمليه، صح الكلام؟ اول قضيه اسمها الكليه الموجبه، قلنا ده موضوع وده محمول زي ما اتفقنا. رمزها إيه بقى يا باشا؟ كاف ميم. خد بالك هتعمل مع رموز. كاف كليه ميم موجبه. كلماتها تدل عليها ايه؟ كلمه كل واخواتها، اي كلمه بتساوي كل في المعنى. كافة، جميع، عامة، 100%، عموم، جموع، قاطبة، كل ده بيساوي كلمة كل في المعنى. حتى بالعقل كده، كل مجتهد موفق في عمله. موضوعنا مجتهد، محمولنا موفق في عمله. يبقى عندك كلمة ايه؟ كل. حكمت هنا على كل المجتهدين، بقت قضية كلية اهو. في فصل بين الاتنين؟ مفيش، بقت القضية موجبة بالعقل. عامة الشعوب العربية تدعو للسلام، في موضوعنا الشعوب العربية. محمولنا محبة للسلام. حكمت هنا على عامة الشعوب، جميعهم كلهم، بقت كلية موجبة. برضه يقول لك بقى ايه؟ جميع الشعوب العربية، عامة الشعوب العربية، بنفس المعنى، فدي كلية موجبة. طب الكلية بقى السالبة يا عم شريف، اللي هي كاف سين. هات كل الكلمات دي، كل، جميع، كافة، عامة، وحط بقى ليس بين الموضوع والمحمول. قال لك كل نقط ليس، النقط دي فيها الموضوع، وبعد كده تحط المحمول، تبقى ليس فاصلة بين الموضوع والايه يا باشا؟ والمحمول. كل او اي كلمة الكلمات اللي فوق دي عادي. بص، كل العرب ليسوا احرار، موضوعنا العرب، محمولنا احرار. كل في الاول، او جميع، او كافة، او عامة، او الى اخره، بقت كلية. ليسوا فصلت بين الموضوع والمحمول، بقت رابطة سليمة، بقت كاف سين. دي اشهر حاجة، كل واخواتها. او كلمات تانية بقى، خد بالك، لا لو جت في الاول، في اول القضية خالص، لا طالب راسب في الامتحان. انا بتكلم على مين؟ طالب. ما قال لي معلم راسب في الامتحان، حكمت على ما فيش ولا طالب ساقط، حكمت عليهم كلهم بالسلب. فكلمة لا، كلمة ليس، ليس منا من يخون وطنه، حكمت عليها كلنا. لا واحد من، لا احد من، دي كلها يا باشا كلية سالبة. تبقى كلية المجابة كل واخواتها كلية سالبة. كل خد ليه ليس الموضوع محمول واخوات كل، او لا، او ليس في اول القضية، لا واحد من، لا احد من، وهكذا. بنفس الفكرة عملنا الجزئيات، ما ألفناش. كلمات دل عليها السور أول القضية زي ما اتفقنا. الجزئية الموجبة اللي رمزها جيم ميم، قلنا أول حرف لكل كلمة جيم جزئية ميم موجبة. الرموز كلمة بعض، وكل الكلمات اللي بتساوي في المعنى. معظم، طائفة، قليل، كثير، أغلبية، سواد، كل ده بيساوي كلمة بعض في المعنى، لأن الحكم هنا اقتصر على بعض الأفراد بس. زي ما قال لك مثلا، قليل من الشباب محب للقراءة، موضوعنا الشباب، محمولنا محب للقراءة. الصور فين؟ قليل من، شوية، جزئية مفيش فاصل، بقت جزئية موجبة. هي بعض الخريجين يفضلون العمل الحر، موضوعي كان فين؟ الخريجين. محمولي بيفضلوا العمل الحر، يبقى عندي كلمة بعض، يعني جزئية من غير فاصل، بقت موجبة. آخر قضية عندك الجزئية السالبة، اللي هي رمزها جيم سين. زي ما اتعودنا أول حرف لكل كلمة. هات كل الحاجات اللي دل على الجزئية الموجبة، حطها في الأول زي بعض وإخواتها، وليس ما بين الموضوع والمحمول، زي ما عملت في الكلية السالبة بالظبط، مع فرق بس بدل كل حطينا مكانها بعض. بعض ما يقال ليس مفهوم، موضوعك ما يقال، محمولنا مفهوم. بعض بقت جزئية، وليسوا فصلت الموضوع عن المحمول، بقت جزئية سالبة. فدي اشهر حاجه عندك في الاول، بعض واخواتها، وليس بين موضوع ومحمول، ركز. او ليس بعض في الاول، ليس كل، مش كلهم، يعني مش كلهم، يعني بعضهم، والبعض دوت سالب من الاول. ما كل، ما بعض. اقول لك ليس كل جميل غالي الثمن، مش كل جميل يعني غالي، يعني كده في حاجات، بعض الحاجات اللي جميله مش غاليه الثمن، بعضها مش غالي. بص المعنى ازاي؟ جزء سالب، ادي جميل موضوع،
غالي الثمن محمول، وليس كل بقت ايه يا باشا جزئيه سالبه. ده اللي الملك عمله لك السور بتاعك. حلو. انا بقى اعمل لك حاجه هديه مني ليك. ايوه، بس تدعي لنا كده الله يبارك لك كده ايه دعوه حلوه كده ايه، وتخلي الحاج والحاجه يدعوا لنا دعوه حلوه. جايب لك حالات شواذ بتجي لك في الاسئله، تعتمد على معلومات سيادتك العامه. طبعا ايه معلومات ايه بلاله يعني ايه في البلاله يا ابن عمي. بص يا حبيبي، انا ريحتك خالص، جبت لك شويه ايه حالات شواذ كده مهمه جدا، حالات ملاحظات هامه تاخد بالك منها. احنا قلنا ليس بين موضوع ومحمول سالبه. حلو الكلام. طب لو جت غير يا مستر بين الموضوع والمحمول، الدنيا ايه المنطق يقول لك غير ما بتفصلش. ما بتفصلش. يعني القضيه بتاعت سيادتك موجبه ما بتفصلش. ليه يا عم شريف؟ بص يا حبيبي، العرب ادي الموضوع، غير احرار على بعضيها كلمه واحده لحد السالب ادي محمول. كل بقت القضيه كليه، مفيش فاصل، بقت موجبه. فغير ما تضحكش عليك، غير ما تخدعكش، غير القضيه موجبه مش سالبه. الحاله الثانيه قلناها في قبل كده، بكررها لك تاني وتالت ورابع. لو جت لا بين الموضوع والمحمول، شرط نكون بين الاتنين زي ما اتفقنا، والمحمول كان اسم، فدي بتاعتك موجبة. ده الكلام ده مش جديد، قلت لك انا في فيديو قبل كده في الرابطة بفكرك فيه. بفكرك بيه بفكرك فيه دوت. بفكرك بالفيديو دوت. بعض الدوافع لا شعورية، موضوعنا الدوافع معمولنا لا شعورية على بعضيها، دي جزئية مفيش فاصل موجب. زي مثلا المواصلات لاسلكية على بعضها كلمة واحدة. طب لو جت لا بقى يا عم شريف بين الموضوع والمحمول بس بعدها فعل، القضية بتاعتك ايه يا باشا؟ تبقى سالبة. اللي نيجي بعديها فعل بتبقى كلمتين مش كلمة واحدة. ازاي؟ الدافع ادي موضوع، يشعر بها الانسان ادي محمول، ولا عملت ايه؟ فصلت الاتنين عن بعض. بعض بقت جزئيه ولا عملتها سالبه. انت عارف بقى انا خايف من ايه؟ انك ما تعرفش تفرق الموضوع عن المحمول. اه والله العظيم ثلاثه تبقى نكسه، والله العظيم تبقى نكسه، تبقى كلمه قدامك مش عايز كان دي موضوع ولا محمول. اخيرا برضو حاله مش جديده قلتها لك برضو قبل كده. لو جات لك اداه السلب اللي هي ليس او لا، بس ما جاتش بين الاثنين بين موضوع، احنا قلنا ليس او لا اداه السلب لو جت بين موضوع ومحمول، او جت في اول القضيه زي ما اتفقنا. جاب بقى كلمه من كلمات الموضوع، كلمة من كلمات المحمول، القضية بتاعتك موجبة يا باشا مش سالبة. كل تخريب عمل ليس في صالح المجتمع. موضوعنا كان تخريب بس، محمولنا عمل ليس في صالح المجتمع. كل بقت كلية، ليس هنا ملهاش أي عازة، كلمة عادية من كلمات المحمول، بقت القضية بتاعتك موجبة. بقى لسه ما تضحكش عليك. بص التانية، كل طالب لا يؤدي واجبه مهمل. طلع موضوع محمول وتطلع موضوع محمول عدل، عشان عارف ناس بيهمها تقول لك ايه الموضوع طالب، المحمول يؤدي واجبه مهمل. يا راجل يا طيب، هوصفه بصفتين؟ طبعا كلامك غلط مش صح. انا بوصف مين يا حبيبي؟ بوصف الطالب اللي لا يؤدي واجبه. ماله الطالب ده يا معلم؟ الله ينتقم منه مهمل. باديه بكل بقى برضه كليه، ولا هنا هتقول لي بعديها فعل بس ما جاتش بين موضوع ومحمول، جت من كلمات الموضوع بقت برضه كليه موجبه. تعالى لي بقى يا معلم عشان تعرف عن استغراق. عشان كده حتى المنهج يقول لك ايه؟ اما يقول لك بقى يا باشا ايه هو الاستغراق؟ الاستغراق هو شمول الحكم اللي في القضيه على كل افراد الحد المنطقي، سواء كان موضوع او كان ايه يا باشا. ده حتى تعريفه، لما نحكم على الموضوع كله او نحكم على المحمول كله يسمى الموضوع حد مستغرق، الحكم شمله كله. طب حكمت على جزء من الموضوع او على جزء من المحمول، الحكم شمله كله؟ ما شملوش، ساعتها يسمى حد ايه؟ غير مستغرق زي الورقه. فلما نحكم على الموضوع كله على المحمول كله، ساعتها يسمى حد مستغرق. حتى المنطق قال لك تعريف الحد المستغرق: الحد اللي بيقع الحكم فيه على كل افراده، كان موضوع كان محمول. طب الغير مستغرق قال لك اللي بيقتصر الحكم فيه على بعض افراده. يعني شرط الاستغراق لما احكم على الموضوع لوحده والمحمول لوحده، احكم على الموضوع كله وعلى المحمول كله. وعايز الحق ولا ابن عمه؟ الحق، انا مش فاهم حاجه. يعني احكم على الموضوع كله، احكم على المحمول كله. تعالى يا باشا اديك امثله نفهم منها انا قصدي ايه. ماشي، الامثله بتسهل لي الفكره قوي. بص يا جدع، صلي على النبي، قول عليه الصلاه والسلام. قلت لك صلي على الحبيب قلبك يطيب. بص يا باشا، بص يا عم تيمور، بص يا خالتي شفيق، هنديك شويه امثله ونتكلم عليها.
يقول لك كل الطلبة، خد بالك الطلبة ده موضوع، واديهم أي حكم كان، كل الطلبة ناجحون، كل الطلبة عباقرة، كل الطلبة أيًا كان، حكمت على قد إيه من الطلبة؟ على الطلبة كلّهم، ساعتها نسمي الطلبة دوّة حد مستغرق، لإني حكمت عليه كلّه. طب أقول لك جميع الشباب واديهم أي حكم كان، جميع الشباب مناضلين عباقرة، أي حكم يخطر على بالك، أي صفة تخطر على بالك، حكمت على قد إيه؟ على جميع الشباب. يعني الشباب هنا تسمى حد إيه؟ مستغرق، الحكم شمله كل. طب كافة المصريين واديهم أي حكم كان، ما هو يحكم على المصريين كموضوع، احنا بنتكلم على الموضوع، كافة المصريين أحرار عباقرة شرفاء أيًا كان بقى، حكمت على إيه من المصريين؟ على الكافة، على الكل. المصريين هنا هو حد إيه يا باشا؟ مستغرق، صح؟ بُص الأمثلة اللي تحت منها بقى، بعض الطلبة ورزعهم أي حكم، أي حاجة تيجي على بالك، أي صفة. بعض الطلبة أحرار شجعان، بالله عليك هل الحكم شامل الطلبة كلهم والّا جزء من الطلبة؟ الحكم هنا شمل جزء من الطلبة، ولمّا يشمل الحكم عندك جزء من الطلبة، زي الورقة اللي كانت على وش المَيّة فاكرها؟ المَيّة ما بتتوضّاش كلها، ساعتها نسمي الطلبة دوّة حد غير مستغرق، الحكم ما شملوش كله. طب تعالَ مثال تاني كده، معظم الشباب واديهم أي حكم كان يخطر على بالك، عباقرة أو أحرار، حكمنا على معظم الشباب كلهم؟ لأ شوية منهم، الحكم ما شملوش كله، أصبح شبهنا حد غير مستغرق. طب غالبية المصريين وانتعهم أي حكم يخطر على بالك، اللي يجي على قلبك بقى يجي في ضميرك قوله على المصريين. في النهاية أنت حكمت على غالبية المصريين، مش على كل المصريين. لما أحكم على غالبية المصريين بس، أصبح هنا برضه المصريين حد ماله يا باشا؟ غير مستغرق. بص يا صاحبي لاحظ بقى حاجة بسيطة جدا، التلات أمثلة اللي فوق دولت الموضوع بتاعهم كان مستغرق ولا غير مستغرق؟ مستغرق، كل، جميع، كافة، عشان دي كلها قضايا كلية. الله ينور عليك. لكن بعض، معظم، غالبية كان موضوعنا غير مستغرق، دي كانت قضية مالها يا معلم؟ جزئية. بقى مش قلت لك ارجع لسور القضايا؟ معنى كده يا عم شريف الموضوع يكون مستغرق انت لو كانت القضية بتاعتك كلية مش جزئية. ده ده ما كناش في المحمول، انا بكلمك على الموضوع جزئية جزئية. فاكر لما عملنا لك تقسيم رباعي للقضايا الحملية في الفيديو اللي فات؟ عشان قلت لك الفيديو اللي فات مهم، قلنا إن الكم والكيف. الكم قلت لك خاص بمين؟ خاص بالموضوع انا فاكر، والكيف خاص بمين؟ خاص بالمحمول، ما القضية موضوع ومحمول. لو كلية الموضوع بتاعنا مستغرق زي ما اتفقنا، طب جزئية كان موضوعنا ماله؟ مش مستغرق، الأمثلة وضحت لي. طب ده الكم، طب الكيف بقى موجب ولا سالب؟ بص يا صاحبي سألنا بتوع المنطق، قلنا له لو القضية موجبة معناها اتصال، احنا بنوصل قد ايه؟ قال لك انا بنوصل الجزء، ما بوصلش الكل، الاتصال بيعمل اتصال بالجزء، عشان اتصال بالجزء معنى كده هنا حكمت على جزء من المحمول، بقى المحمول ماله؟ مش مستغرق. طب السلمه معناها رابطه انفصال، ولما افصل بفصل الكل، شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، فصلنا كل المحمول. هذا الموضوع يعني حكمت على المحمول كله، يعني السالبة مالها يا معلم؟ مستغرقة. أقول تعالى أقولها لك تاني يا باشا، الموجبة معناها اتصال، ولما بوصل بنوصل البعض، ومن هنا كان المحمول مش مستغرق. إنما السالبة معناها انفصال، ولما بنفصل بنفصل الكل، عشان كده كان المحمول مال يا باشا؟ مستغرق. ما أنا بحكم على الموضوع لوحده والمحمول لوحده. معنى كده إيه بقى يا أستاذنا؟ القضية الكلية كانت مستغرقة الموضوع بتاعها، والسالبة مستغرقة المحمول بتاعها. القاعدة بقت لك إيه يا باشا؟ الكليات بتستغرق الموضوع، والسوالب تستغرق المحمول. أطبلها لك؟ بتحب أغنيها لك؟ هغنيها لك، الكاف في الموضوع والسين في المحمول، وإيه؟ اوعى تنساها، اوعى تنساها، الكاف في الموضوع والسين في المحمول.
القضيه الكليه الموجبه، ما هيجي لك انواع قضايا، خد بالك في السؤال، ايوه السؤال هيجي لك كده قضيه مكتوب يقول لك قول لي بقى ايه الموضوع بتاعها مستغرق، محمولها مستغرق، موضوعها مش مستغرق، محمولها مستغرق مش مستغرق، حكمت على الكل، حكمت على البعض. ماشي يا صاحبي؟ فلو عملت نوع القضيه صح هتحل سؤالك بمنتهى السهوله. بص يا باشا، انا عندك كليه موجبه، الكاف في الموضوع يعني مستغرق، السين في المحمول يعني ده مش مستغرق. الكليه السالبه، الكاف في الموضوع مستغرق، السين في المحمول مستغرق. جزئيه موجبه، الكاف في الموضوع يبقى ده مش مستغرق، السين في المحمول ده مش مستغرق. طب الجزئيه السالبه، جزئيه يعني موضوع مش كليه، مش مستغرق، سالبه في المحمول، بقى المحمول ماله يا باشا؟ مستغرق. ما احنا اتفقنا بقى ده موضوع وده محمول، ده موضوع وده محمول، وهكذا يا باشا. الناس مشكورين حتى في المنهج بتاع سيادتك، عامل لك يا باشا جدول شبه الجدول ده بقى. الناس اللي قلنا من شويه، الكليه الموجبه الكليه يبقى الموضوع بتاعنا مستغرق، موجبه يعني محمولنا مش مستغرق، لسه زي انه دلوقتي حالا. الكليه السالبه، كليه يعني موضوعنا مستغرق، سالبه يعني محمولنا مستغرق. الجزئيه الموجبه، جزئيه موضوعنا مش مستغرق، موجبه محمولنا مش مستغرق. خلي على طول على لسانك الكاف والسين. طب الجزئيه الموجبه جزئيه غير مستغرق، سالبه مستغرق. شفت بقى ازاي؟